إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طبعا مأساة كبيرة جدا وصدمت قلوب الجميع، والجميع حزين جدا على اللي حصل الساعات الأخيرة من مساء يوم الأحد في البدرشين. طبعا بعد المأساة الكبيرة اللي وقعت الأيام الماضية واللي راح ضحيتها أسرة كاملة في ترعة المريوطية، المأساة تجددت مرة أخرى برحيل 5 مرة واحدة في ترعة المريوطية وسط صدمة الجميع وحزن الجميع عليهم والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. طبعا الساعات الأخيرة من مساء يوم الأحد سقطت سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، وعلى إثر ذلك توفى 5 أشخاص إثر هذا الحادث الأليم اللي سبب صدمة لدى الجميع بعد المأساة اللي عاشتها مصر كلها الأيام اللي عدت بعد رحيل الشيخ محمد وشقيقه وأسرته في حادث مرير وقع أيضا في ترعة المريوطية. والآن تجددت المأساة بسقوط سيارة ملاكي كان بداخلها 5 أشخاص، والتي سقطت أيضا داخل ترعة المريوطية بنطاق البدرشين، ورحل على إثر ذلك الحادث الأليم 5 أشخاص سأذكر أسماءهم لحضراتكم، من بينهم أطفال، ولكن دعواتكم لهم بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طبعا حادث مأساوي ومؤلم سبب صدمة لدى الجميع، والكل حزين على الراحلين في هذا الحادث بعد أيام قليلة جدا لسه ملمناش جروحنا، والمأساة اللي عشناها كلنا برحيل الشيخ محمد وشقيقه وأسرته في حادث مأساوي في ترعة المريوطية. تجددت المأساة بشكل مؤلم وحزين برحيل 5 أشخاص داخل ترعة المريوطية في حادث أليم وصادم وفقا للمعلومات الواردة. وأسماء الضحايا هم يحيى حلمي سيد عيد 54 عام، ومحمود إسماعيل محمود محمد 47 عام، وسعيد محمد سعيد محمود 6 سنوات، ومحمد سعيد محمود محمد 36 سنة، ومالك يحيى حلمي سيد 10 سنوات، وجثة مجهولة الهوية، وتم إيداعهم في المشرحة لحين انتهاء الإجراءات ودفنهم. طبعا الحادث مأساوي، والحادث سبب صدمة لدى الجميع، والجميع الآن يدعو للضحايا بالرحمة والمغفرة، ولأسر الضحايا بالصبر والسلوان إن شاء الله في هذا المصاب الأليم. دعواتكم بالرحمة للضحايا، ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم يا رب العالمين. طبعا كما ذكرت لحضراتكم لم يمر سوى أيام قليلة جدا على المأساة اللي عشناها كلنا برحيل الشيخ محمد وشقيقه وأسرته في حادث مؤلم ومأساوي سبب صدمة لدى الجميع في ترعة المريوطية. الآن تكررت نفس المأساة ونفس حجم المأساة الكبيرة برحيل 5 أشخاص في ترعة المريوطية وسط صدمة وحزن الجميع في مصر على الضحايا. الموضوع الصراحة سيء جدا، والموضوع محزن جدا، الموضوع كبير جدا. ياريت المسؤولين يتخذوا قرارات صارمة لوقف هذا الأمر عشان خاطر الموضوع ده
يعني تكرر بشكل مستمر وأصبح مؤلم للجميع. لكل من يسمع عن حادث في هذا المكان يكون مصدوم، اللي بيسمع عن الموضوع بس بيكون زعلان، فما بالك من أهالي الضحايا بيكونوا عاملين إزاي في اللحظات اللي زي دي. لا نملك إلا الدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر والسلوان. وإن شاء الله هيكون في قرارات صارمة من أجل منع وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة التي صدمت الجميع. لا تنسوا الضحايا من دعواتكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.